هامازاكي بابا، أو زي ما بيتقال عليها آخر أساطير اليابان المخيفة. تاريخ الأسطورة بيرجع للقرن السابع في اليابان. هامازاكي بابا كانت بتعيش في الغابات وارتبط اسمها بأماكن ومناطق معينة زي شيكوكو وهيوغو على ساحل البحر الياباني وحوالين جبال تانياما. كانت هامازاكي بتتمشى في المناطق دي وسببت فيها الخراب والدمار على مدار العصور، وكانت بتقتل أي حد قدامها. ومن الوقت ده هامازاكي بابا بقت واحدة من أكتر الشخصيات المرعبة في الأساطير اليابانية. يقال إن هامازاكي بابا كانت ست عجوزة بملامح راجل وشكل غريب شبه الأرض، وكانت هدومها قديمة وفقيرة شبه تقريبا الملابس التقليدية للفلاحين في المناطق المحلية. كمان كان عندها رجلين طوال وكانت بتستخدمهم في تسلق الأشجار، وكانت بتستهدف الستات الحوامل والأطفال الصغيرين وتحاصرهم في الغابات. من الحاجات اللي ممكن نتعلمها من أسطورة هامازاكي بابا هو إن الخوف والرعب ممكن يتجسدوا في أشكال مختلفة في ثقافات مختلفة. فممكن إحنا نبص للأسطورة دي على إنها حاجة مرعبة ومخيفة، ولكن ممكن تكون الأسطورة دي فيها معاني وأهداف مختلفة عند الشعوب اللي بتؤمن بيها. شيء مهم بالنسبة لنا إننا نفهم الثقافات المختلفة ومدى تأثير الأسطورة دي عليها، وده يدينا فكرة مفصلة عن التراث والعقائد الشعبية. وبكده يكون قصة النهاردة خلصت. بتمنى تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وتقولوا رأيكم في الكومنتات، وسلام.